ابني في KG2 المفروض يكون واخد ايه في الحساب؟ هياخد اول حاجه المستوى الثاني في كتاب الايمان في التاسيس، الارقام من اول 1 لحد 100 بالصيغه العدديه، وهياخد الارقام من 1 لحد 100 بالصيغه اللفظيه. بس في هنا تركيزه صغنونه ان لازم تخلي بالك ان ابنك بياخد من 1 ل5 بالصيغه اللفظيه بطريقه سهله جدا ومبسطه، وتعملي اختبار وترجعي تاخدي من 5 ل7 وهكذا، تقسمي كل مره 2 2. وبعد كده بعد ما خلصنا الارقام من 1 ل10 بناخد مقارنه بين الاعداد باستخدام اكبر من واصغر من ويساوي في الارقام الكبيره. طبعا المستوى الاول كان فيه الارقام الصغيره. بناخد بعدها خاصيه الجمع برضو في الارقام الكبيره، لان احنا خدنا خاصيه الجمع في الكتاب الاولاني في الارقام الصغيره. هناخد خاصيه الطرح في الارقام الكبيره برضو. كيفيه ايجاد العدد السابق واللاحق وهناخدها برضو في الارقام الكبيره عشان احنا خدنا في الكتاب الاولاني الارقام الصغيره. وهناخد بقى الجديد الاحاد والعشرات، جمع وطرح مضاعفات العدد مهمه جدا، والاشكال الهندسيه ثنائيه الابعاد بس، والاشكال الهندسيه ثلاثيه، وما يخشش على الثلاثي لما يبني يدرك الثنائي جدا جدا جدا. تقسيم الشكل الى اجزاء متساويه، ربع ونص وتلت وخمس وهكذا. الساعه طبعا عندك الساعه لازم تكون بالضبط 12 بالضبط، واحده بالضبط، ما تقليش على ابنك. الاعداد الترتيبيه اللي هو الاول الثاني الثالث. وخلي بالك جدا من الكلمه اللي اقولها دي، في الساعه ما تقليش على طفلك، ادي بالظبط بس مش اكتر. وفي الترم التاني بدي بقى، او في سنه اولى ببدا ادي بقى الارقام بطريقه كبيره شويه. في بقى كتاب برضو فيه تدريبات مكثفه جدا جدا انا عاملاها على الجمع باعاده التسميه والطرح باعاده التسميه. كل ده برضو شغال معاكي وشغال مع طفلك عادي جدا جدا. يعني دي خاصيه الجمع، هتاخدي افقي وهتاخدي راسي وهتاخدي كمان جمع 7 و13 صفر تحت وواحد فوق. كل ده شغال معانا. بس اهم حاجه في الحساب الترتيب. رتبي مع طفلك كده ومشي الدنيا بالراحه جدا جدا، هتلاقي ما شاء الله ابنك في الحساب رائع. بصي، مش ما تقوليش ان ابني في الحساب كده كده شاطر ومش محتاج، لا، في تريكات في الحساب لازم تخلي بالك منها جدا جدا جدا. وهنزلها لكم برضو على الصفحه، على القناه، وعلى صفحتي في الفيسبوك مس ايمان الصح. تمام. ده كده كان بالنسبه للحساب. احنا عندنا في العربي مستوى اول ومستوى تاني للناس اللي ما شافتش الكتاب. طبعا ده كتاب الإيمان في التأسيس، ده المستوى الأول. طبعا الكتاب 233 صفحة، مستوى أول من أول حروف الهجاء. بصوا الكتاب في قمة الروعة ما شاء الله، وصل عمان والبحرين وقطر، اللهم لك الحمد يا رب، وليبيا. يعني عايزة أقول لكم كتاب ما شاء الله مسمع بشكل مش طبيعي، اللهم لك الحمد، لأن أنا عاملاه عني شغل سنة كاملة. طبعا ده الفهرس بتاع الكتاب، بس المنظر أهو، والفارس بتاع الكتاب اهو ما شاء الله، المنظر في قمة الروعة اللهم بارك. نيجي بقى على المستوى التاني، ده المستوى الأول. المستوى التاني بقى ده، بس هو ده كله أصلا حطاه على الفيسبوك، موجود على الفيسبوك. ده بقى من أول مواضع الحروف، بعد ما خلصنا حروف اللي جاء نخش بقى في مواضع الحروف في الأول وفي الوسط وفي الآخر، وتمارين كتيرة.